قبل ما نرد عليه عايزك تصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ورمضان كريم. مساء الخير. معروف في أي مكان أي حد منوط بالمحتوى الكروي لا بيتكلم لا في سياسة ولا دين. بنسيب السياسة لأهل السياسة والدين لأهل الدين. بعد إعلان شركة الكورة أو شركة القلعة الحمراء للنادي الأهلي، إعلان عن الاستاد جايبين فيه الرموز والقدامى للنادي الأهلي، وطبعا مفيش رمز أو أسطورة هيكون أكتر من محمد أبو تريكة يكون واجهة إعلامية. وبعد الموافقات الرسمية من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ذات نفسه، تم الإعلان وظهر محمد أبو تريكة في البداية، وفي النهاية بيقول جملة ظهر علينا من بعدها كمية انتقادات وكمية ناس لها آراء تانية. هي أصلا آراء ملاش آراء في الكورة، هم آرائهم تانية دينية، بيدعوا العلمانية أو العلمانية، لكن هم في الأساس لا يفقهون شيء. هم في كل ما فيهم إن هم بيشككوا في الأحاديث السنة أو التشكيك في الأمور الفقه الشرعية. خرج علينا منهم واحد أنا مش هقول اسمه، ظهور أبو تريكة كيد إخواني متعمد. كيف لمن ذهب لكرداسة لتهنئة قتلة الضابط وزميله السابق في ترسانة أن يكون وجهة إعلانية وطنية؟ طيب، بعيدا عن الهري وبعيدا عن إن الاتهام ده تم تبرئته لمحمد أبو تريكة في 2014، أصلا واحدة جيرانه اللي راح زارها. بس دي ادعاءات زي ما قلنا، ناس بتهبد في الفقه وبتهبد في ده كله، فأكيد هتألف حوار. بس أنا هرد عليه بحاجة واحدة بس قبل ما نرد عليه عايزك تصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ورمضان كريم. عشان الفنان خالد منتصر قاعد بيهز فيها، لا يا عم ما تخليه يهز. هز يا خالد هز، هز يا خالد هز، هز يا خالد هز. والواد اسلام البحيري شعره بقى هز يا خالد هز، هز يا خالد هز، هز يا خالد هز.